السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم راح نديروا لي مادلين بطريقه سهله سريعه وبسيطه وبحبه بيض واحده فقط. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. مباشرة راح نروحوا لمقادير وصفتنا لنهار اليوم. رايحين نحتاجوا الفرينة، عندنا 175 غرام من الفرينة حوالي. هنا الكمية راهي كبيرة لكن نحتاجوا 175 غرام من الفرينة، نكونوا غربلناها أكثر من المرة. عندنا 70 غرام من السكر، ما يعادل نصف كأس من كأس 150 مليلتر. نصف كأس 70 غرام من الزيت، و70 غرام من الماء يكون دافئ فقط. حبة بيض، فانيلا، رشة ملح، و15 غرام من خميرة الحلويات. كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. في الإناء تاعنا راح نحطوا رشة ملح مع عطر الفانيلا، سواء تحطوا الفانيلا السائلة ولا الفانيلا اون بودر يعني بودرة، ولا ديروا قشور الليمون، لكم الاختيار. راح نضيفوا عليها حبة بيض كاملة، راح نديروا بيضة واحدة فقط. راح تجيكم من أروع أنواع المادلين اللي راح تقدروا ديروها، راح تجيكم خفيفة ما شاء الله. راح نخلطوا كل شيء بالباتور. هنا من الأحسن تستعملوا الباتور ولا البيتخان تقدروا كذلك تستعملوا الفوي، لكن النتيجة تكون أحسن بالباتور ولا البيتخان. بعد ما خلطنا البيض تاعنا نبداو نضيفوا السكر تدريجيا. كيما راكم تشوفوا ما خلطتش البيض مع السكر، لانه لو كان خلطت البيض مع السكر قادر الخليط نتاعي فيما بعد يعني ما يجيش مرتفع، ما تطلعش بزاف، واذا طلعت راح تعاود تهبط. هنا نضيفوا السكر تدريجيا. هنا الكأس اللي قست به كأس 150 مليلتر. نخلطوا مليح السكر مع البيض حتى نحسوه انه بدا يولي قوام موس. من بعد رايحين نضيفوا المكونات الاخرى كذلك تدريجيا. راح نضيفوا كمية الزيت تدريجيا. هنا كل المقادير راح تسيبوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أنا كما راكم تشوفوا ما ضفتش المكونات مرة واحدة، كل المقادير راني نضيف فيها تدريجيا، خاصة بما أنه الدخول المدرسي راح نحتاجوا هذو الحوايج يعني باش يدوهم للكوتي الأولاد اللي يروحوا المدرسة. يعني أحسن من اللي نبقاو نشريو في اللمجة، يعني تخدموا لهم كمية كيما هذه وتخبيوها لهم كل يوم تعطوهم منهم. انا عندي ماء دافئ فقط، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، ماء دافئ. عندنا نصف كأس كذلك من الماء الدافئ. هنا اذا حبيتوا ديروها ذوق الكاكاو كذلك تقدروا تنقصوا كمية من الفارينة وتضيفوها كاكاو. هنا راح نبداو نضيفوا الفارينة تدريجيا بالملعقة فقط. يعني هنا قادرين تحتاجوا 175، كما قادرين تحتاجوا اقل، كما قادرين تحتاجوا اكثر، تبقى لكم على حسب نوعيه الفارينه اللي استعملتوها. هنا عندي 15 غرام من خميره الحلويات. نفتحوا مليح الحبيبات هذيك. هنا راح تقولوا لي خميره الحلويات راهي بزاف، لكن باش تجينا مرتفعه وتشقق معانا نضيفوا ملعقه كبيره من الخل. الخل حيكون كمحسن، تقدروا تضيفوه تقدروا تستغناو عليه كما تحبوا. من الاحسن انه يكون خل ابيض، لكن اذا استعملتوا الاحمر يعني ما راحش تكون كاين مشكل. هنا كي تخلطوه حاولوا ما تخلطوش بزاف في الخليط تاعكم، لو كان تخلطوه بزاف المادلين كذلك ما راحش تطلع معاكم، يعني غير ما تتجانس الفارنه نتوقفوا. هنا القوام تاعنا ما يكونش قوام خفيف، لانه لو كان نديروه سائل راح تنتفخ معنا في الفرن ومن بعد راح تعاود تهبط، لكن نديروه قوام شويه ثقيل، ما يكونش ثقيل بزاف باش ما تجيناش الحبه ثقيله، وما يكونش خفيف بزاف باش ما يعاودش يهبط. هنا كما راكم تشوفوا راني نضيف بالملعقه فقط حتى نتحصل على القوام المطلوب. انا خليت لكم كل المراحل باش تشوفوها. هنا كي تفرغوا الخليط تاعكم كي ترفدوه هكايا راح تحاولوا انه تشوفوه راه تتشكل على شكل كريمه، يعني شوفوا قوام الخليط كيفاش راه. هنا راح تاخذ معاكم من 175 حتى ل 200 غرام، على الاكثر راح تاخذ معاكم 200 غرام. شوفوا القوام كيفاش راه يكون هكذا. وراح نجيبوا لي كيسات تاعنا نديرهم، سواء تستعملوا هذو لي كيسات الورقيه ولا الاكياس الورقيه، ولا تستعملوا السيليكون.
كذلك يمدوا نفس النتيجة. هنا كي تجيو تعمروا لي كيسات تاعكم ما ديروهمش في المنتصف، اذا درتوهم في المنتصف ما راحش تجيكم عاليه بزاف، ديروهم فوق المنتصف بشويه فقط، خليو حوالي ثلث من لي كيسات فارغ. يعني كل كيسات راح نديروا له ملعقتين هكذا حتى نكملوا نعمروا كل كيسات تاعنا. الفرن يكون مسخن مسبقا، درجه الحراره 170 درجه. هنا بعد ما تفوت عليه 5 دقائق ملي دخلناه الفرن ساخن على 170 درجه، شوفوا ديجا بدات تنتفخ. هنا كانت فات عليه 5 دقائق بالضبط. هنا خليته حوالي 15 دقيقة حتى خذ اللون الذهبي هذا. إذا حبيتوا أحمر أكثر من ذلك زيتوا تحمروه، لكم الاختيار. إن شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، من أروع الوصفات اللي تقدروا ديروها. وصفة سهلة سريعة وبسيطة وبمكونات قليلة. هذه الكمية راح تخرج لكم حوالي 10 حبات، يعني بحبة بيض واحدة تخرج لكم 10 حبات. إذا ضاعفتوا الكمية راح تخرج لكم أكثر. يعني شوفوا شكلها من الداخل. ما تنسوش ان الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف، وما تنسوش كذلك الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. نتلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.